فطيرة العشاء الاقتصادية، تعالي أقولك ازاي تعملي أحلى وأطعم فطيرة اقتصادية طعمها حلو جدا، سهلة وسريعة وما بتاخدش وقت كتير، من غير ولا تعجني ولا دقيق ولا أي حاجة من الحاجات دي كلها. هقولك ازاي تعمليها في خطوة واحدة بس بسرعة الصاروخ. هنبدأ ونسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وحط اللايك بتاعك. والحشوة بتاعتنا حشوة اقتصادية، حاجة بسيطة جدا هتعملي بيها أسرع وأحلى فطيرة. تعالي نشوف عملناها ازاي. عايزه اقولك العيال من ساعه ما عملتها وهم هيتجننوا عليها، كل شويه يقولوا لي اوعي تبطلي اللي انت تعمليها تاني يا ماما، لان بجد خطيره يا جماعه، طعمها حلو قوي ولذيذه، وبتخليك اللي انت عايزه تاكلي كده تاني مع شويه بطاطس شيبسي كده خطيره. تعالي نبدا ونشوف عملتها ازاي. لو انت اول مره بتتفرجي عليا متنسيش تحطي اشتراك وتفعلي الجرس على كلمه الكل عشان يوصلك كل الفيديوهات يا ست الكل. وطبعا ما تنسيش تحطي اللايك بتاعك وتصلي على الرسول في الكومنتات. بصي بقى من حلاوتها، هي بتتاكل سخنة عادي جميلة، وتتاكل كمان ساقعة بتبقى خطيرة. يعني تنفع لو فايض منها حاجة بسيطة كده للصبح، ده لو فاض، هي ما بيفوتش حاجة، تنفع في الفطار برضو تبقى حلوة قوي. معايا على النار بصلاية، والبصلاية اللي انا مستخدماها بصلاية كانت حجمها كبير شوية مقطعاها بالشكل ده. حطيت عليها معلقتين كبار من الزيت، وبدأت بقى ان انا اتبل البصلاية على النار. معايا قرن فلفل رومي مقطعاه مكعبات صغيرة نفس حجم البصل. هقلبهم مع بعض كده لحد ما الفلفل يبدأ اللي هو يدبل معايا شوية. بعد كده هنزل بقى بأقل من ربع كيلو سجق. يعني عايزه اقولك الكميه اللي انا مستخدماها، يعني ما كملوش تلات وحدات من السجق مقطعهم. كمان مع الاضافه اللي انا حطيت معاهم كده، كنت عامله كفته قبليها بيوم، وفض معايا جزء بسيط كده من اللحمه، فكورتها كور بسيطه وحطيتها في علبه في الفريزر تنفع لاي حاجه. وبالفعل والله هم يعني لو عديتهم على الصوابع هيطلعوا 5 6 كور من الكفته. اي حشوه متوفره عندك مش هتقولك لا، تقدري تعمليها بالبسطرمه خطيرة، تعمليها بالكفتة بالسجق باللحمة المفرومة بقطع فراخ. لو عندك صدر فرخة مسلوق وبايت مثلا، تقدري اللي انت تنسليه كده وتحطيه في المرحلة دي مع البصلة تبقى خطيرة. لو عندك قطعتين بانيه مثلا لسه نية، تبدأي اللي انت تقطعيهم صغير وتشوحيهم برضو كده مع البصلاية، بتبقى خطيرة قوي. قلبت بقى كله مع بعضه. في المرحلة دي نزلت بطماطمية متقطعة مكعبات متوسطة، ولا كبيرة قوي ولا صغيرة قوي. بعد كده حطيت ملح وفلفل اسود. طبعا لو مفيش لحوم ومفيش فراخ، وتقدري اللي انت تعمليها بالجبن بس، بتبقى برضو حلوة قوي. لمي بقى بواقي التلاجة واعمليها، بتبقى خطيرة مع بضاية. يعني هتحطي بقى ايه، هتحطي جبنة رومي مع شوية فلفل مع حتة جبنة بيضة مع بضاية، وتربيهم كلهم مع بعض مع شوية زيتون. هتبقى خطيرة، تعملي حشوة كده ميكس رهيب. بعد كده جبت بقى ايه، بعد ما خلصت الحشوة سبتها تهدى شوية، وجبت لفة جلاش. اي لفة جلاش متوفرة عندك. بصي بقى، لفة جلاش متهربدة بقالها 3 سنين في الفريزر، هتطلعيها هتقطعيها بالطريقة ديت. مكسرة مش هينفع اللي هي تصلح لأي حاجة خالص، قطعيها بالطريقة ديت كده. انا طبعا لفة الجلاش اللي عندي يعتبر سليمة شوية، فانا بقطعها مخصوص عشان الوصفة دي. احلى بكتير جدا ما تقعدي تحطي طبقات والكلام ده. كسري وقطعي وملكيش دعوة بأي حاجة تانية. انا هنا خلاص كنت قطعت الكمية كلها، حاولت على قد ما اقدر بس ان انا افرطهم مع بعض، افرطهم عن بعض مش مع بعض. في قلب صينية، والصينية اللي انا استخدمتها بتاعة الطقم البايركس اكبر واحدة. تمام، هما بيبقوا 3، انا استخدمت اكبر واحدة. حطيت معلقة حلوة من السمنة، ونزلت بنص كمية الجليش بالطريقة ديت كده. وانا لما نزلت بنص كمية الجلاش بحاول على قد ما اقدر اللي انا بعناية كده اوسطن الموضوع، اخلي كله سوا بعض. في المرحلة دي بقى هنزل بالحشوة اللي احنا لسه عاملينها. عارفة لو عندك حتتين لحمة فايضين من شوربة اول يوم العيد، قطعيهم وحطي عليهم بصلاية وطماطماية وقرن فلفل، وهتطلعيهم بنفس الكمية اللي انا عاملاها ديت. بس كده خلصت الحشوة بتاعتي، هنزل بقى ببقية الكمية. بس قبل ما انزل ببقيه الكميه بتاعه الجلاش، عندي شويه صغيرين كده من الجبنه الموتزاريلا، هحطهم بالطريقه ديت كده. وطبعا هنا الجبنه الموتزاريلا اختياري، نقدر نستبعدها خالص من الوصفه لو مش حاطينها، مش حابينها يعني. انا ما حطيتش كتير حتى لو لاحظتي يعني. بقيه اللفه بقى هحاول ان انا اقفل بيها الصينيه. طبعا بقى ولا تدهني ولا تورقي ولا تحطي سمنه ولا اي حاجه خالص. اظن مفيش ولا اوفر ولا احلى من كده.
عايزاكي تجربيها وتقولي لي رايك فيها ايه. معايا بقى معلقتين سمنه بالظبط ويمكن اقل والله. سيحتهم في الميكروويف، وبالفرشه كده بحاول ان انا انطرهم على الاطراف، انطرهم كده على الصينيه كلها. خلاص كده خلصت معايا. هجيب بقى بيضايه، هحط عليها شويه فلفل اسود، وهحط كمان شويه ملح، مش كتير يعني، الفلفل الاسود مش كتير ولا الملح كتير. معايا بقى علبه زبادي، هاخد العلبة كلها لان العلبة دي بتبقى صغيرة قوي. لو انتي مستخدمة الزبادي البلدي خدي نص العلبة بس. بعد كده هجيب كوباية من الحليب، لان دي التشريبة بقى اللي هي اهم حاجة في الوصفة كلها. بقيت معلقتين السمنة، طبعا هي جمدت معايا شوية السمنة بس عادي انا هستخدمها. هرب بقى الكلام ده كله مع بعضه كويس جدا. اول ما اتأكد اللي كله اتقلب مع بعضه، البيضة خلاص بقت معايا تمام، والحليب والزبادي كله داب في قلب بعضه، هنزل بقى بيهم على الصينية. وهكون بقى في المرحلة دي مشغلة الفرن على درجة حرارة 200. هدخل الصينية ديت الفرن على الرف الوسطاني، مش هشغل النار من فوق، يعني مش هشغل الشواية، انا هشغل النار من تحت بس. شوية جبنة موتزاريلا، عايزة اقولك اللي هما ما يسكروش، اقل من نص كوباية. هحطهم فوق الوش، لو ما فيش نقدر نستبعدها خالص من الوصفة. نحط بقى شريحتين كده فلفل، شريحتين طماطم، بحيث اللي هي تدينا شكل حلو لما تخرج من الفرن. هدخلها بقى الفرن بنفس الشكل دوت كده، ومش هشغل الشواية، هي النار من تحت هتسويها من فوق ومن تحت. بسم الله ما شاء الله، لسه خارجة دلوقتي سخنة خطيرة طعمها حلو. وبسم الله ما شاء الله يعني صينية محترمة كبيرة، وقضت عدد افراد كتير، يعني مش كتير قوي، هم 4 افراد يعني، بس ايه طعمها حلو. تقدري تعملي في صاج كبير ولفتين جلاش لو عندك الافراد كتيره. هقطعها بقى بالمخرطه، احسن طريقه للتقطيع بالمخرطه، متاخدش وقت خالص وبتتقطع كده بكل سهوله. يلا بقى انا هستناكي تجربيها وتقولي لي رايك فيها ايه، لان واثقه انها تعجبك جدا ان شاء الله باذن الله. ما خدتش وقت خالص، وتنفع بقى باي لفه جلاش متوفره عندك. اقولك على سر، تنفع بالرقاق المكسر. جربيها وادعيلي. بس طبعا الرقاق المكسر هنحط شويه بس كده، نسقيه بشويه شوربه كده، عشان بحيث اللي هو ايه يبقى سهل علينا واحنا بصوا انا هعمل لكم طريقتها بالرقاق المكسر ان شاء الله باذن الله. خطيره يا جماعه، هستناكم تجربوها وتقولوا لي رايكم فيها ايه. بحبكم جدا، شكرا جدا ليكم لو وصلتوا معايا لحد هنا. متنسيش تاخدي جولة جوه القناة، لان فيها فيديوهات حلوة قوي هتعجبك بإذن الله.